يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل تحلية، هنبعد شوية عن الكنافة والقطايف والبقلاوة والحاجات الحلوة دي. وهنعمل حلويات ظريفة برضو ولطيفة ودمها خفيف جدا لأنها بتخلص بسرعة قوي. هنعمل مع بعض النهاردة نوع من أنواع المهلبية بس بالدقيق. هنحط 5 كوبايات من اللبن وهننزل عليها بكوباية من السكر، وهنحط عليها فانيليا، وعندي هنا عود قرفة. هنقلبهم كويس وبعد كده هنرفع الحلويات دي كلها ونحطها على النار. تمام كده تمام. بعد كده هنجيب حلة تانية وهننزل فيها ب5 معالق من الزبدة او من السمنة البلدي، او لو عندك زبدة نيوزيلندي تبقى حلوة جدا. بعد كده هننزل عليها بكوباية من الدقيق. هنقلب كويس دي زي ما انتم شايفين، ومش معنى ان هو هيسيح هبتدي على طول اكمل الوصفة، لا، لازم اقلبه تقريبا لمدة 10 دقايق لغاية لما تيجي تشمي الخليط ده ما تحسيش بريحة الدقيق فيه، تحسي بريحة حاجة حلوة. تمام. هنفضل نقلب 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 لغاية لما يوصل اللون برضو بتاعها، وتعرفيه من ده ان هو هيفتح شوية اهو زي ما انتم شايفين اهو. بصوا لونها فتح شويه، انا مش عايزاها تاخد لون، انا مش عايزه الدقيق بتاعي يتحرق، فبالتالي ما يديني ريحه وحشه او يديني طعم وحش في الوصفه بتاعتنا. احنا بس هنقلبها كويس لغايه لما توصل اللي انتم شايفينه ده. لما تشموا ريحه حلوه طالعه منها. بعد كده هاخد نص اللبن اللي انا غلياه وهنزله على الخليط وهبتدي اقلب كويس جدا، والمضرب عملها معايا وفصل من مكانه، بس انا دخلته تاني مفيش اي مشكله. وبعد كده اول ما تتقل معاكي كده هتنزلي بالنص التاني وهتقلبي كويس. بصي بقى، عايزه القوام بتاعها يكون تقيل تقيل شويه، انت حره، عايزه تخففيها شويه تخليها اخف من كده ممكن تزودي شويه لبن. تمام كده تمام. انا عن نفسي القوام ده كان حلو جدا، يعني انا المقادير اللي انا قايله لكم عليها دي مدياني القوام ده ومديني الطعم الحلو اللي طلع معايا. هقلبها كويس زي ما انتم شايفين اهو. طب امتى اشيلها من على النار؟ اول لما تبقلل، يعني تطلع فقاقيع صغيره كده. بصوا اهي، بصوا زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعها حلو وكريمي جدا، وكمان لما تيجوا تاكلوها هتلاقوها دايبه في بقكم وطعمها حلو قوي. اول ما تبقلل زي ما انتم شايفين كده خلاص اشيلها من على النار خالص، واكون محضره اي قوالب عندي زي دي مثلا، او الفخار، او صينيه كبيره مفيش اي مشكله، وتحطي فيها كل الكميه وبعد كده تقطعي منها وتحطي في اطباق صغيره اللي انت عايزاه. هحط المهم الارتفاع بتاعها ما يكونش يعني عالي قوي، يكون ارتفاعها بسمك مثلا قولي 2 سنتي ولا حاجه. حطينا دلوقتي خلاص في القوالب اللي عندنا. بصوا بقى، هسيبها لغايه لما تعمل لي وش، يعني هسيبها تبرد شويه لغايه لما تعمل لي وش زي ما انتم شايفين كده من فوق، وبعد كده احطها تحت الشوايه. ويا ريت ما تقربيش الشوايه منها قوي خلاص، يعني تخلي الاطباق بتاعتنا على الرف التحتاني خالص. تمام كده تمام. وممكن برضو ترشي على وشها شويه سكر لو انت عايزاها مكرمله جامد من فوق، تحطي شويه سكر على وش الطاجن اللي عندك وتحطيها برضو تحت الشوايه. طبعا انا كنت بقدمها لكم وهي لسه سخنه فما كانتش لسه مسكت نفسها. انتوا طبعا تسيبوها تهدى شويه لغايه او تحطيها في التلاجة، تزينيها باي مكسرات عندك وتقدميها هتلاقيها طعمها خطير يا جماعه. طبعا طعمها هيفرق عن المهلبية خالص. المهلبية ليها طعم تاني ودي ليها طعم تالت. تمام. دي طعمها غير دي خالص. دي طعمها كريمي اكتر وغنية اكتر لان فيها زبدة وسمنة بلدي وكده، فطعمها هيبقى اكيد هيبقى احلى. تمام. انا كده خلاص الوصفة بتاعتي خلصت. اشوفكم المرة الجاية على خير في وصفة جديدة من وصفات حلاوة اكلنا مع ندى الحديدي. عايزه افكركم بحاجه صغيره، لو عجبك الفيديو يا ست الكل يا ريت تعملي لي لايك، تعملي لي كومنت حلو، وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس. اشوفكم المره الجايه على خير ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.